يا اهلا بيكم في حلقه جديده من نو بودكاست. البودكاست اللي هتلاقيه بصوره صوتيه على الساوند كلاود وصوره صوتيه ومرئيه على يوتيوب. والحقيقه النهارده انا معايا ضيف يعني جميل جدا وانا بتابعه من فتره جدا، وده اللي مخلي الحلقه بتاعت النهارده مميزه جدا. مش عايز استفيض في تعريفه عشان انا عايزه هو يعرف نفسه اكتر بالطريقه اللي هو يحبها. فمعايا ومعاكم وليد اشرف، وهتعرفوا مين وليد اشرف دلوقتي حالا. ازيك يا وليد؟ الحمد لله. ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. مبدئيا كده مبروك على 20,000. الله يبارك فيك. مجهود محترم يعني. فألف مبروك وإن شاء الله عقبال مليون. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. هقول لك، انا وليد اشرف سعد، ده اسمي. خريج كليه علوم، جامعه بنها، قسم كمبيوتر ساينس. كنت بدرس برمجه. انا دخلت 2016، خرجت. انا كنت دفعه ثانويه عامه 2016، خرجت 2020. لسه متخرج السنه دي، يعني دفعه كورونا. ويعني مش هقدر اقول ان انا اشتغلت بمجالي كتير قوي. كنت شغال ويب ديفلوبر، بعمل مواقع وكده. بس حاليا انا شغال اكتر فيديو اديتور وموشن جرافيك ديزاينر. مش هقول ان انا عملت شيفت كارير، انا لسه بحب الشغل الويب ديزايننج بس، او الويب ديفلوبمنج عموما. بس انا مرتاح اكتر في الفيديو اديتنج، عشان انا في الاساس كونتنت كريتور، بعمل محتوى على اليوتيوب. ودي حاجه انا بداتها من سنتين او يمكن اكتر من سنتين. فانا مبسوط بالحاجه دي. فالشغل اللي في الحاجه دي هو الفيديو اديتنج، واللي بعد الفيديو اديتنج الموشن جرافيك ديزايننج. فانا دخلت بقى، حطيت رجلي في الحوار ده، وحاليا شغال مع ناس يعني الحمد لله. الحمد لله. طب ما تعرفنا أكتر على طبيعة القناة بتاعتك، بتقدم إيه؟ الدنيا دي كلها بدأت إمتى؟ الكونتنت كريشن اللي انا بعمله حاليا، الحاجه اللي هقول دلوقتي انها المين، بس هوضح بعدين. يعني هي مش المين قوي. مراجعه الكتب والروايات، بتكلم عن الكتب والروايات. بس انا بعمل جنب ده حاجه شخصيه. بحب اتكلم عن حاجات شخصيه، حاجات مختلفه، حاجات كرييتيف، افكار محدش بيعملها، وهكذا. انا بدات سنه 2018، يعني كنت في سنه ثالثه في الكليه، او يعني في نص سنه ثالثه كده في البدايه. في اخر الترم الثاني ما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه. يعني كانت الدنيا ملخبطه كده، فاهم؟ اللي هو شغل البدايات ده. وكنت شايف ان انا ايه، نفسي اقدم حاجه على اليوتيوب. عايز اعمل حاجه اللي هو ايه، انا نفسي اعمل محتوى زي الناس دي. كنت متابع مثلا حازم، ومتابع احمد ابو زيد، ومتابع سري الدين، واخضر، في ناس كتير قوي كنت متابعها على اليوتيوب. حسيت ان انا عايز ابدا، انا عايز اظهر بوشي، عايز اعمل محتوى. عايز ادوس في حوار اليوتيوب ده وخلاص. يعني اللي هو ايه، حطني بس وانا انا هعمل حاجه كويسه. فبدات عملت شويه حاجات ليها علاقه بتيدكس. عارف انت تيد طبعا، المنصه اللي بتقدم بيطلع فيها ناس مشاهير. أنا كنت لسه هاجي النقطة دي بعدين، بس أنت سبقت الموضوع. بس تمام، كمل. بس ودخلت في الحوار شويه، وبعدين ايه، لقيته مش جايب معاه قوي، فدخلت في الانجليش، شرحت شويه حاجات في الانجليش كده. لقيت الموضوع برضه مش جايب، انا مش حابه. يعني جربت كده، لقيت نفسي مش حابه. بعدين دخلت في عملت بقى ايه، كملت في تيدكس. وبعدين لقيت ان انا عايز اتكلم عن شويه كتب بقراها، شويه كتب في التنميه الذاتيه، وشويه كتب في تطوير الذات. فبدات اتكلم عنها، ولقيت الموضوع لذيذ، وانا حابب الحته دي، فكملت. والسلاسل اللي جنب الكتب دي هي مشتقه من الكتب. يعني افكار بتجيلي من الكتب، حاجات ببقى عايز اتكلم عنها، بس هي مش كل حاجه في الكتاب، هي حته من الكتاب، فاروح عامل عنها حلقه. فاهمني؟ أيوه. وبس. يعني انا حاليا مستمر والدنيا لذيذه. بس قبل السنتين دول انا كنت بادئ في 2016. لو دخلت اصلا على القناه هتلاقي القناه من 2016 جويند. يعني انا دخلت اليوتيوب 2016، وكنت بنزل حاجات بساعد اصحابي وكده. مش حاطط في دماغي ان انا هعمل كونتنت. حتى انا سايب الحاجات دي لسه موجوده، هتلاقيها تحت في اول القناه كده. حاجات كنت بساعد بيها زمايلي واصحابي في الكليه وخلاص. يعني شويه محتوى كده علمي، ليه علاقه بمواد الكليه. وبعدين بدات ان انا
اتكلم بقى في التيدكس بس بفيديو سكرايب. يعني كانت ساعتها ظهر اسمهم ايه، اخضر، عارف اخضر؟ كانوا ظاهرين أيوة. ساعتها في 2016 و2017. انا اتشديت ليهم جدا وجات لي الفكره ان انا اعمل حاجه شبههم، فتعلمت فيديو سكرايب وتعلمت البرامج اللي هتساعدني ان انا اعمل فيديو وايت بورد انيميشن. فقمت عامل شويه فيديوهات وايت بورد انيميشن ووقفت من 2017 لحد ما بدات تاني في 2018. وساعتها بقى ظهرت بوشي وعملت الحاجات اللي انا قلت عليها دي بس. طيب خلينا ندخل نقطة موضوع وشي دوت. انت ليه يعني ليه في الاول بدأت مش بوشك، وايه اللي خلاك فجأة تحس ان انت انا عايز اطلع بوشي؟ يعني ايه الفكرة في النقطة دي؟ الفكره في ان انا بدات مش بوشي ان انا كان عندي رهبه جدا في موضوع الكاميرا ده. كنت يعني صورت، كنت بقدم قبل كده في مرجع دي المنصه بتاعت منح، المنصة بتاعت المنح. كانت عامله انترنشيب وكده. يعني الكلام ده في 2016 في بدايه الكليه. ما كنتش لسه بقى عملت حاجه ولا عملت حتى فيديوهات ساعدت بيها زمايلي على القناه. فهم طالبين فيديو، يعني طالبين فيديو كده، تصور فيديو دقيقه تعرف نفسك وتقول انت مقدم ليه. قمت حاطط الكاميرا ومصور. مره ما جاتش، الثانيه ما جاتش، تخيل صورت كام مره لحد ما ظبطت. هو انا عايزه وان شوت عشان ما بعرفش اعمل فيديو اديتنج، يعني ماليش في المونتاج. صورت 43 مره علشان كل مره ببقى عرقان، ببقى مخضوض، مش تغلط في كلمة وتوتر. يعني متوتر جدا وفي رهبه كده. فاللي هو ايه، في الاخر يعني رسيت على 43 مره ومحتفظ بيهم تقريبا لحد دلوقتي يعني. بس ايه، بعد كده الدنيا عدت بقت سهله. بدات اصور كويس، يعني الدنيا ظبطت شويه. بس لسه عندي رهبه ان انا انشر بقى الكلام ده للناس، اعمل الكلام ده، احط الكلام ده على اليوتيوب. فقلت ليه لا ما اعملش بالوايت بورد انيميشن ده، هتعلم البرنامج والدنيا سهله ولذيذه وهدوس وبتاع والناس هتشجعني وكده. عملت فيديو والتاني والتالت والرابع، ما لقيتش فيه دعم فوقفت. طب لو كنا قلنا ان كان في دعم، كان ممكن تكمل بنفس الستايل دوت؟ بس اقول لك على حاجه، كنت بعد فتره هصور بوشي. تعتذر؟ لا مش هعتزل. كنت هوقف الوايت بورد انيميشن وهصور بقى، هعمل محتوى بوشي. كنت هعمل محتوى تصويري فيديو. لان انا يعني انا عاجلا او اخرا يعني كنت لازم ابدا بالموضوع ده، يعني اعمل بوشي. لان اليوتيوب انت عارف مش بيبقى تقريبا في شرط اصلا عشان يتعمل ريفيو على القناه بتاعتك، ان انت تبقى ظاهر اصلا في فيديو او فيديوهين بوشك وكده. الموضوع ده شجعني اصلا اكتر ان انا اظهر بوشي، بما اني كنت ناوي ان انا اخد اليوتيوب ككارير وكده. بس عايزين نتكلم في الحته دي برضه. هنتكلم عليها، ده حاططها متقلقش. طيب بص، هو انا كنت اسالك سؤال عن تيدزينيا قبل ما تتحول لوليد اشرف القناه بتاعتك، بس انت قلت تقريبا جبت السؤال، فاحنا هنمحوره بشكل تاني. ماشي. هل انت شايف ان انت في فتره معينه بعد ما بدات تتعرف كوليد اشرف وبدات القناه بتاعتك تكبر عن زمان، هل شايف ان انت ممكن ترجع لنفس الستايل بتاع تيدزينيا، ان انت مثلا تشوف توكس بتاع تيدكس وتبدا تتكلم عنها او كده، ولا شايف ان دي كانت مرحله وخلاص مش حابب تكررها تاني؟ لا مش بالظبط، يعني الاجابه الثانيه دي لا، هي مش بالظبط، هي الاجابه الاولى. انا مش هرجع للستايل ده تاني، بس انا في نفس الوقت هحافظ على الفكره نفسها. يعني انا لما عملت حلقه اسمها ازاي تبقى مبدع، وقت ما الفيديوهات بتاعت اتشهرت، بتاعت انفلونسر عمل كتاب، وانت اكيد هتسال في الجزئيه دي. حصل ان انا ايه، كنت عايز اعمل حاجه كرييتيف، عايز اعمل حاجه اللي انا اصلا بدات عشانها. فاتفرجت على كذا فيديو في تيد ليهم علاقه بالكرياتيفيتي والابداع، وقلت انا ليه بقى ما اعملش مثلا سلسله يبقى اسمها ازاي تبقى، واتفرج على تيد توكس واحول التيد توكس دي لحاجات فعليه، او ازاي تبقى كذا ازاي تبقى كذا، ناس اتكلمت على الموضوع ده فعلا، واضيف اللي انا عارفه من الكتب او اللي انا عارفه من خبره عديت بيها في المجال ده، او حتى استضيف ناس.
يعني انت مثلا تعرف في مجال معين فازاي تبقى واستضيف حد عارف في المجال ده، ازاي تبقى ديزاينر، ازاي تبقى ديفلوبر، ازاي تبقى يوتيوبر، حاجات زي كده. هل هتبقى معتمدة على الناس بس؟ لا، هي ممكن تعتمد على تيد توكس في نفس الوقت. هقول اللي انا عارفه وفي نفس الوقت هحاول اطلع الفيديو بشكل كرييتيف مبدع، واكون حافظت على الحاجه اللي انا عايز اعملها بس في سلسله مش في قناه كامله. القناه الكامله هي حاجات كتير انا بحب اعملها، من ضمنها الحاجه اللي انا بدات عشانها. فهمت قصدي؟ ايوه فاهمك. طيب خلينا ننقل بقى النقطه اللي انت لسه قايل عليها كده، هسالك فيها. انت عندك سلسله في الشانل بتاعتك اسمها انفلونسر عمل كتاب، وقد تكون السلسله دي من اكتر السلاسل المحببه عندك في القناه، وانا شخصيا بحبها جدا وبحب اتابعها جدا حبيبي. في النقطه دي بقى هيتفرع منها كذا نقطه. يعني نقطه انفلونسر عمل كتاب السلسله دي في منها كذا سؤال. اول حاجه انت الحلقه الاولانيه اللي عملتها من السلسله دي، فانت كنت متخيل ان السلسله دي هتضرب معاك، هتجمع معاك العدد ده، ولا انت كنت بتعملها لمجرد ان هي حاجه جديده؟ هل تخيلت انها هتضرب معاك ولا لا؟ ده سؤال من الاسئله. لا خالص والله نهائي، انا كنتش متخيل انها يحصل كده. انا هقول لك اللي حصل ايه من البدايه. اصلا احنا بنتكلم في معرض الكتاب 2020. الموضوع بدأ في 2019 شهر ديسمبر. انا كنت موقف فيه تماما، يعني ما كنتش بعمل اي فيديوهات. كان عندي زي ايه، زي احباط كده من اليوتيوب، احباط من انتاج المحتوى على اليوتيوب، وكنت موقف تماما خالص يعني. وحتى الموسم بتاعي اللي هو اصلا انا خلاص بعمل بقى بتكلم عن الكتب يا جدعان، فالمفروض فكان من 2019 اخرها انا اصلا عندي احباط، فمش هعمل فيديوهات، يعني انسى، فاهم. وكان عندي فيديو اصلا ازاي تاخد كتب ببلاش في معرض الكتاب بتاعك، كنت بحكي فيه قصه. فالفيديو ضرب، يعني بالنسبه للقناه ضرب، وصل 3000 ولا 4000 مشاهده، فكان ده موضوع خيالي اصلا. فجيت بعد فتره معرض الكتاب يعني قعدت مع نفسي كده وفكرت، لقيت ان انا لا، انا هرجع اعمل فيديوهات. خدت كده راحه شهر شهرين، فارجع بقى اعمل فيديوهات. فكنت في حاله اللي هو ايه، بصور وانا بصوا انا هكلمكم عن الحاجه دي النهارده. انا ماليش نفس بس انا بصور بالعافيه عشان انا غاصب نفسي ان انا اصور. بس انا هتكلم بكل اريحيه وبكل هدوء، مش هتعصب. انا هتكلم عن الحاجه دي كانت ترند. تمام. كان اول كتاب انت عارفه كان ترند ساعه معرض الكتاب، والموضوع نام. لو عايز تقول اسامي ما عنديش مشكله، مش مشكله. الموضوع نام. انا قلت ايه، انا ما عنديش مشكله بقى، انا هنزل الحلقه علشان انا كنت كده عايز اقرا الكتاب. كنت انا وواحد صاحبي بنجيب كتب، فلقيته في وشي، فقلت انا هجيبه. كان اخر نسخه. جبت الكتاب وقلت له ايه، بقول لك ايه، هو الموضوع نام، بس انا حابب اقرا الكتاب عشان اعرف الازعرينه اللي اتعملت دي على ايه، او الموضوع طلع ترند ليه. فهجيب الكتاب واقراه. لقيت ان هو يستاهل اعمل عليه حلقه، هعمل. ما لقيتش، خلاص. ففعلا قراته وبتاع، وسجلت شويه ملاحظات، وزي ما قلت لك كنت في مود زفت، يعني طالع كده هنتكلم عن 1 2 3 النهارده كذا وكذا. حتى هتلاقيني بتكلم نفس طريقتي في الفيديو اللي هي عجبت الناس، ما اعرفش ازاي. 1 2 3 وكنت شايف نفسي بقى عمال ايه، الناس مفكراني ان انا واد تنك وكده، وانا انا مش ده اسلوبي اصلا اللي انا بتكلم بيه. اتكلم عن 1 2 3 4. ادي الفيديو اهو، ادي الانترو اهي، خلاص. عملت المونتاج تقريبا في 2 3 وقمت رافع الفيديو. قلت ده يعني لو ضرب قوي هيجيب 5000 مشاهده. وبس معرفش بقى ايه اللي حصل بعدها. دخلت في دوامه كده غريبه خالص. الحمد لله يعني. طيب نقطه تانية بقى ليها علاقه بنفس السلسله. انت بتقول في كانترو ليك في اول كل حلقه من انفلونسر عمل كتاب ان احنا بنتكلم عن المؤثرين سواء ببوست او بفيديو، بس لما الموضوع يوصل ان هم يكتبوا كتاب فساعتها لازم نقرا الكتاب دوت ونشوف اذا كانوا فعلا هيعرفوا ياثروا بالكلام دوت ولا لا. من مراجعتك انت كسرت حوالي 10 حلقات في السلسله دي. هل انت شايف ان فعلا اي انفلونسر ينفع يعمل كتاب؟ هل الاوبشن ده متاح اصلا كونه انفلونسر بس ان هو يعمل كتاب او يكتب حاجه ادبيه خلينا نقول؟ ينفع عادي، مفيش مشكله.
انا ما بقولش، انا عمري ما قلت اصلا في سلسله، في سلسله او حتى في سلسله انفلونسر عمل كتاب او في اي سلسله تانية، ان ما ينفعش الانفلونسرز يعملوا كتب. لا، ما قلتش كده خالص. انا بس ايه، بوضح انه كانفلونسر هيبقى فيه شبهه، وانت عارف كده اكيد، انه عمل الكتاب علشان يكسب منه، او عمل الكتاب علشان غرض مادي، مش غرض تاني ان الناس تتعلم او تستفيد من خبرته في الحتة دي، او اي حاجة تانية غير الحتة المادية دي، او حتة الفلوس. أيوة. فاهمني؟ فهيبقى في شبهة. انت بقى لازم تعمل حاجة اقوى من الشخص العادي بيعملها علشان تنفي الشبهة دي تماما، تنفيها 100%. اللي هو ايه، اللي يقرأ الكتاب حتى ما يقولش ده انا حاسس انه لا، ده اللي يقرأ الكتاب يقول الشخص ده عايز يفيد فعلا، الشخص ده عايز يأثر في الناس بالمحتوى اللي هو عمله ده. سواء بقى خبرة في حاجة معينة، او عنده خيال في صناعة الرواية، عنده خيال في حتة القصة دي، بيعرف يعمل حاجة كرياتيف، او ككتاب طبعا يعني يحط فيه خبرته في المجال اللي هو فيه. فده اللي انا اقصده. يعني ما اقصدش خالص ان اي انفلونسر ما يعملش حاجة، بالعكس. انا لو بقيت انفلونسر ممكن اعمل كتاب عادي، بس هيبقى بالشروط اللي انا قلت عليها دي. يبقى مفيد، كتاب كرياتيف بطريقه جديده، حاجه مبدعه، يبقى في الحاجه اللي انا بفهم فيها بمعنى اصح. طيب بص، هو احنا هنرجع للسلسله دي تاني بس بشكل اخر، ولكن فيما بعد. لكن دلوقتي بقى احنا بنتكلم ان انت المحتوى، مش هقول لك الرئيسي ولكن الغالب على القناه بتاعتك هو محتوى ليه علاقه بالكتب ومراجعات الكتب، ده احنا متفقين عليه. اوكي. انت بعد فتره بدات تعمل سلاسل ملهاش علاقه بالكتب شويه، زي مثلا حكايتي مع فلان وعلان والحاجات دي. هل انت شايف ان انت لما وصلت لعدد معين، رقم معين، وحسيت ان انت عايز تخرج من زون الكتب دي شويه، وحسيت ان انت عايز تبدا تعبر عن نفسك كوليد اشرف كشخصيه على القناه بتاعتك، فعشان كده عملت سلاسل ملهاش علاقه بالكتب؟ ولا الموضوع ان هو انت بس عايز تكسر ملل المحتوى، القراءه والكتابه والكلام ده كله؟ هقول لك، انا لما غيرت اسم القناه اصلا من تتزينيا لوليد اشرف، كان بسبب حته ان انا مش عايز اتحصر في جزئيه معينه. يعني انا كنت قايل ان انا مسميها تتزينيا علشان تيد توكس والاي اديوكيشنال والدي مش عارف ايه، وقعدت كده افصص، لقيت ان انا اصلا عايز اخرج عن الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول. ولو حصرت نفسي في حاجه رابعه برضو باسم معين، ببراند معين، هلاقي ان انا برضو عايز اخرج بعدين، لان انا بحب اعمل افكار مختلفه، بحب اعمل حاجات مختلفه عن اللي انا مختلف عن اللي انا بعمله. فلو حصرت نفسي في براند نيم بحاجه معينه، انا هتزنق. يعني انا يعني هحس ان انا في يوم من الايام هوقف يوتيوب بسبب الحوار ده. فقلت ليه ما بقاش انا البراند نيم؟ خلاص اسمي نفسي وليد اشرف، او اسمي قناه وليد اشرف، هو بقى البراند نيم. اللي انا عايز اعمله هعمله، واللي انا عايز اتكلم فيه هتكلم فيه، مش بعشوائيه قوي، علشان برضو الموضوع يبقى محدد، مش بعشوائيه. انا قلت المين كونتنت بتاعي هو الكتب، واللي حواليه ده حاجات يا اما من الكتب يا اما حاجات شخصيه انا بتكلم فيها. ولو عايز اتكلم في حاجه عشوائيه، عملت لها سلسله اسمها عشوائي بذكاء، علشان لو عايز اتكلم في ترند او عايز اتكلم في حاجه مختلفه حابب اتكلم فيها ملهاش علاقه بالسلاسل، وما ينفعش ابدا فيها سلسله جديده. فاهمني؟ بس فدي الفكره. فلما غيرت اسم القناه، كنت ناوي ان انا اتكلم عن الكتب بشكل عام، وبشكل خاص حاجات ليها علاقه بشخصيتي، او ليها علاقه بالترندات، او ليها علاقه بالحاجات ما حول الكتب يعني. وعلى فكره انا مش النوع اللي هو من الناس البوك تيوبرز. يعني برضه انا قلت الحته دي في فيديو قبل كده، انا مش بوك تيوبر. يعني انا مش الشخص اللي هو هيديك نصيحه 100% تاخدها منه صرف، والشخص اللي هو شارح كتب. لا، انا بحب اتكلم عن الكتب علشان انا بقرا الكتب، فبشارك اللي انا بعرفه. فاهمني؟ غير عن كده او غير كده الكلام بتاعي بيبقى وجهة نظر شخصية. انا مش ناقد كتب علشان اقول عن نفسي بوك تيوبر، مع احترامي لكل البوك تيوبرز اصدقائي والناس اللي انا اعرفهم او اللي ما اعرفهمش، بس انا مش بصنف نفسي بوك تيوبر علشان انا ما وصلتش للمرحلة دي لسه. انا قرأت كام كتاب بشاركهم مع الناس، هو دي الحتة بتاعتي.
المحتوى التاني ده حاجة أنا بحب أعملها. أنا أصلا ممكن مستقبلا أعمل قناة تانية يبقى فيها الحتة بقى اللي أنا عايز أعملها بعيدا عن الكتب خالص، يعني قناة مبيبقاش ليها علاقة بالكتب، ليها علاقة بالمحتوى الانترتيننج بس في نفس الوقت كرييتيف. ده اللي أنا حابب أعمله، بس هيبقى في المستقبل لأنه محتاج معدات معينة، محتاج وقت في المونتاج بتاعه، لاني عندي افكار مختلفه فيه، يعني ممكن نبقى نتكلم عنه بعدين يعني انا وانت. طيب خلينا ننتقل بقى، نخرج من حته اليوتيوب شويه ونتكلم في الحته الادبيه. انت كشخص بتحب تقرا وانا كشخص بحب اقرا، عايزين نتكلم بقى. انت مش ملاحظ ان السوق الادبي مؤخرا بقى تجاري اكتر منه ادبي؟ يعني الناس بتكتب الكتب لمجرد ان هي عايزه تبيع تجاريا، ودور النشر بتدور على الحاجات اللي هتبيع تجاريا اكتر ما هي بتدور ان هو عمل ادبي فني ولا لا. فانا شايف حصل. فانت ايه رايك في النقطه دي؟ بص، هو الموضوع ده ما كانش مستبعد نهائي يعني. حته ان دور النشر تقعد تدور على مصلحتها ده من زمان قوي، يعني هو اصلا من البدايات، من دور النشر من ساعه ما طلعت هو عايز يدور على مصلحته. هو ما يهموش حته الراجل ده عامل ادب محترم ولا هو عامل عايز يقدم رساله فعلا بالكتابه بتاعته ولا لا. فالصناعه مع الوقت اتحولت لتجاره بحته. يعني في ناس في دور نشر هتلاقيها انها بتدور على المصلحه بتاعتها، وفي دور نشر هتلاقيها بتدور على مصلحه القارئ. هل عيب ان دار النشر تقدم او تدور على المصلحه بتاعتها؟ لا، مش عيب. دار النشر المفروض تدور على المصلحه بتاعتها ومصلحه القارئ في نفس الوقت. بس انا لو هاجي هدور على المصلحه بتاعتي وهسيب مصلحه القارئ، انا كده غلط 100%. انا سمعت قبل كده من حد من جوه دار النشر قال لي احنا بنروح نكلم انفلونسرز، بنروح نكلمهم ونقول لهم ايه رايكم تعملوا كتاب، يعني او نعمل احنا كتاب تاخدوا تقرأوا، ولو كده نحط عليه اسمك وبتاع وننشره. صباح الفل. جوست رايتر يعني. تمام. يعني اللي هو ايه، انا عملت كتاب، دار النشر عملت كتاب، حد مش معروف عمل كتاب، فهنديه للانفلونسر، هيبص عليه بصه ويروح كاتب يوافق الاول ويكتب عليه اسمه وبتاع، خلاص ده بقى الكتاب بتاعه، ده عمل كتاب خلاص وسلمه. الناس دي بقى دي المفروض تتعدم تماما يعني. اللي هو ايه، ناخدهم كده نحطهم في ميدان عام ونعدمهم. الناس التانية بقى اللي بتدور على مصلحة القارئ وفي نفس الوقت بتدور على مصلحتها، مفيش مشكلة يا جدعان، عادي. ايه يعني لما اطبع الانفلونسر بس يكون عامل حاجة فعلا راقية، حاجة كويسة، حاجة محترمة، حاجة بتفيد القارئ فعلا. وعلى فكرة في دور نشر كتير محترمة بتعمل ده، ومن ضمنهم حاجات انا قرأتها وعملت لها مراجعة في سلسلة انفلونسر عمل كتاب، في حاجات عجبتني فعلا. لو انت متابع السلسلة هتعرف ان في حاجات عجبتني، في حاجات كانت كويسة ومفيدة. بس تحول الادب لشيء سيء بيرجع اولا لدار النشر، ثانيا للانفلونسر نفسه، لان دار النشر هي الباب الرئيسي اللي بينتج الحاجة دي زي ما انت عارف. وزي ما حكيت القصة دي اصلا لوحدها مشوهة. بتخلي الموضوع يبان قد ايه سيء من ناحية دار النشر نفسها. ايوه. انا كشخص بحب اقرا، كنت من قريب، من فتره قريبه في وسط البلد، فشفت شويه كتب، نقيت كام كتاب كده روايات وبدات اقرا فيها. ففي روايه مش هذكر اسمها ومش هذكر الكاتب طبعا احتراما للعمل ايا كان، لكن اكيد اتعمل فيه مجهود، ولكن الكتاب معمول او الروايه معموله اكتر من اقول لك ايه، يعني هي الروايه كلها عاميه، واحنا نيجي لنقطه عاميه دي ان انا اكتب روايه كلها عاميه لحد ما الموضوع بيبقى رقيق، واظن انت متفق معايا في نقطه زي كده. فانا ما عنديش مانع زي ما انت كنت قلت في فيديو برضو ان الروايه نفسها تبقى بالفصحى، ولكن الباراجرافات او الكلام او الكونفرزيشنز تبقى بالعاميه، ما عندناش مشكله في دي عشان نضيف واقعيه للواقع اللي احنا فيه. ومع ذلك في ناس كتير بتكتب الكتاب كله بالعاميه. طيب هنيجي لنقطه، لو انت كاتب عاميه والعاميه دي بتضيف حاجه، هقول لك ماشي،
ولكن بعيدا عن الروايه اللي انا بكلمك عنها دي، انا بكلمك بشكل عمومي. الروايه فعلا او اللغه العربيه العاميه فعلا لغه رقيقه جدا وضعيفه جدا، ما ينفعش تكتب بيها عمل ادبي، لان في مصطلحات مش هتعرف تعبر عنها باللغه العاميه. ولو استلمت او استخدمت المصطلحات اللي احنا الدارجه بينا، الموضوع بقاش كتاب او بقاش عمل ادبي، بقى سلطه، زي الناس اللي بنشوفهم في الروايات اللي بيشتموا بقى ومش عارف ايه الحاجات الدارجه، على امل ان هو يحاول يزود الوصف والكلام ده كله باللغه العاميه. فهنرجع بقى ليك انت كشخصك، وانت قلت كده في فيديو قبل كده ان انت متفق معايا في النقطه دي، ان ما ينفعش عمل ادبي كروايه تبقى كلها عاميه. من وجهه نظرك ليه، بعيدا بقى عن الكلام اللي انا قلته ده؟ ما ينفعش عمل ادبي كروايه يعني يكون كله بالعاميه. بص اقول لك على حاجه، اللغه اللي احنا بنتكلم بيها دي او اللي احنا بنتناقش بيها دي حاجه، واللغه العربيه الفصحى قوي التقيله قوي حاجه، واللغه اللي هي الفصحى بس بسيطه، فصحى سهله، فصحى لما تقراها يعني تلاقي الدنيا لذيذه سهله، مش محتاج ان انت ايه تبقى 100% مركز قوي علشان تستوعب كل حرف او كل كلمه بتتقال في النص ده. لما انا اديك كتاب بالعاميه تقراه، هتحس ان القراءه العاديه او الكلام ده انا بسمعه كل يوم، الكلام ده عادي قوي، الكلام ده دارج قوي ما بيني وبين الشخص اللي انا بكلمه في المواصلات، الشخص اللي انا بكلمه في البيت، الشخص اللي انا بكلمه في الكليه. فتحس ان مفيش تطور اصلا، دماغك ما بتكبرش، مفيش نمو، مفيش زي ما تقول ايه، مفيش لغه، مفيش تطور في اللغه بتاعتك، مفيش حاجه زياده زادت على اللي انت بتستخدمه كل يوم. هو انا هقرا ليه؟ علشان اتعلم حاجه جديده، علشان استفاد حاجه جديده، علشان اضيف لنفسي مصطلحات جديده، اضيف لنفسي حاجات في او اضافات في مجالات معينه. فانا لما هاجي اعمل كله بالعاميه اللي احنا بنتكلم بيها كل يوم، هلاقي الموضوع ايه، ما ضافليش حاجه. انا بشوفها كده الصراحه، ومن كتب الانفلونسرز اللي قراتها كلها بالعاميه، زي كتاب الحلقه 18، مش هقول الاسم برضه لو انت مش حابب. انا حسيت حرفيا ان انا بكلم واحد صاحبي، وده مش عيب يعني، مفيش مشكله، بس انا ما تضافليش حاجه، انا ما تضافليش حاجه، ولا لغه ولا معلومات. تمام. لما جيت قرات كتاب تاني هو مستخدم لغه عربيه فصحى بسيطه، تمام، مش علشان هو على فكره نقل من العاميه، لا، انا حسيته لما جه استخدم الفصحى البسيطه اداني معلومات، اداني لغه، اداني متعه مختلفه. لما قرات بالعاميه الساذجه، العاميه العاديه اللي انا وانت بنتكلم بيها دلوقتي، واللي ما فيهاش مشكله في الكلام بس فيها مشكله في الكتابه، لما قرات بيها انا حسيته مفيش متعه او مفيش حاجه مختلفه عن ان انا بكلم واحد صاحبي، مفيش متعه القراءه. وده سبب اهو، سبب يخليني اقول لك ارفض العاميه كلها تماما. متعه القراءه هي باللغه العربيه الفصحى. طب الفصحى معقده وبتاع، خلاص في فصحى بسيطه عشان تديني متعه القراءه، ما تفقدنيش هويه القارئ. تمام. بس دي وجهه نظري اللي انا قدرت اكونها دلوقتي. العاميه بتفقدك متعه القراءه اللي انا شخصيا بفضلها يعني. تمام. طيب يا وليد، عايزين بقى نتكلم في نقطه معينه، يعني هي تجاوبت بشكل جزئي في انفلونسر عمل كتاب لما كنا بنتكلم من شويه، ولكن هنسالها بشكل اخر. انت شايف ان اي حد ممكن يكتب، مش انفلونسر، اي حد عموما قادر ان هو يكتب عمل ادبي؟ انا مش هتكلم بقى عن عمل عامي، لان انا مش هقول لك اي حد ممكن يكتب عمل عامي، بس زي ما انت قلت من شويه، يعني لو كتبت فكرت ان انا اكتب مثلا روايه عاميه، فانا اكني بتكلم معاك كده، انا ممكن ادردش واكتب لك شويه خواطر وهطلعها كتاب، وممكن اقدر نشر تكتب لي كمان، وممكن ادفع الدور نشر زي ما بيحصل كتير وبنشوف. هل بقى انا بتكلم كعمل ادبي، عمل بقى لغه عربيه فصحى، بقى عمل في حبكه، في دراما، في الدنيا دي كلها، كروايه مثلا على سبيل المثال، لو هناخد مثال روايه، انت شايف ان اي حد ممكن يكتب، ولا لازم يمر مثلا بيكون دارس، او مثلا يكون واخد ورشه، او ايا كان الورش بتاعت الكتاب اللي بنشوفها اليومين دول؟
تمام. انا شايف ان اي حد ممكن يكتب، بس هو زي ما انت قلت كده، انت اي حاجه بنعملها المفروض بيبقى ليها دروس، بيبقى ليها امم. حاجات بتعلمك الحاجات دي بتتعمل ازاي. بالذات ان هو لو عمل فني حاجه فيها ابداع، زي جرافيك امم. ديزاين، زي الموشن جرافيك، الفيديو اديتنج، الحاجات دي كلها فيها كرياتيفيتي، فيها ابداع. فانت بتتعلم، بتروح لحد عنده خبره في الحاجه دي، اتعلم من حد سابق، فانت امم. بتتعلم منه، فانت كذلك بتبقى محترف في الحاجه دي، او بتبقى من جونيور لسينيور. كذلك الكتابه، بنشوف ناس كتير بتعمل ورش كتابه، بيبقوا كتاب مشهورين معروفين، حاجاتهم محترمه واخده تقييم عالي، بيعملوا ورش. انت خلاص طالما عندك هدف ان انت تكتب وتنشر وخلاص بقى الحاجه دي هتظهر للناس، اما تتعلم ايه المشكله يعني لما تدفع مبلغ في ورشه امم. وتتعلم الحاجه دي بقى من البدايه للنهايه، عشان لما حد يجي يكلمك يقول لا انا متعلم الحاجه دي ونفذتها بالشكل الفلاني، امم. وتبدا فيها بقى براحتك. فحته ان الشخص ده اللي هيكتب وهياخد الموضوع بمهنيه واحترافيه يتعلم، يتعلم. طب انا امم. مثلا معيش او عايز اكتب او كده، بس يعني عايز ابدا عادي من غير ما الموضوع يبقى مكلف، فاهمني؟ امم. ابدا عادي. وعلى فكره في ناس بتبعت لي على الواتس وكده وعلى على الانستجرام كتيبات وحاجات عاملينها، وناس عايزه تبدا وكده، وانا نقرا الحاجات دي واقول لهم رايي فيها. وعلى فكره ناس مبدعين جدا ومذهلين، يعني بيعملوا امم. حاجات كبدايات، حاجات محترمه. وده اللي انا برجحه بقى وبقوله لهم: انت هتبدا تعمل او هتبدا تكتب اعمال ادبيه، اكتب عادي وابعت للناس اللي بتراجع مثلا. بلاش انا، ابعت للناس اللي هم بوك تيوبرز، بوك قول لهم تيوبرز. اعرف رايه في الحاجه اللي انت كتبتها دي ايه. ابعت لناس قرايبك هم قراء بقى، يعني الناس بتقرا فعلا، قول لي رايك في الحاجه دي. امم. اكتب لمده سنه من غير ما تنشر، بس لمده سنه طلع اعمال انت راضي عنها، امم. ووزعها على الناس اللي انت تعرفهم، قول لهم رايكم، بس خد فيدباك لمده سنه. والسنه الثانيه اكتب واعمل عمل فعلا وابعته لدار النشر، امم. وشوف رايهم ايه في الحوار ده. شوف راي نقاد حقيقيين في الموضوع ده، ومفيش مشكله، اتعلم واعمل واكتب وامسح واكتب تاني لحد ما امم. توصل لحاجه الناس بقت راضيه عنها، انت راضي عنها، حاجه فعلا انت تقدر تنشرها وانت مبسوط 100%. امم. طيب، خلينا نتكلم في نقطة، وهي رأي عام. أنا عايز رأيك أنت كوليد أشرف في منصة اليوتيوب دلوقتي، وخلينا نتكلم عن اليوتيوب المصري عشان منصة اليوتيوب عالمية. اليوتيوب المصري بقى كيوتيوب بقى دلوقتي. أنت صفحة الترند بقى بصناعة المحتوى، هل الموضوع سهل صعب؟ أنت رأيك في اليوتيوب الفترة دي إيه؟ رايي في يوتيوب انت عارف رايي. أنا عايز أسمعه تاني. بص، اولا احنا ما ينفعش، او انا شايف ان انا ما ينفعش، كنت لسه بفكر في الموضوع ده، قلت انت اكيد هتسالني فيه. امم. ما ينفعش نلوم المشاهد. يعني ايه؟ تمام. يعني انت عندك زي ما ابو زيد الله يمسيه بالخير كان بيقول، المحتوى نوعين: هو يا علمي يا غير علمي، يعني هو يا امم. علمي يا غير علمي. فانت لو محتواك علمي، انت خلاص عرفت مسارك ايه، علم بحت، هتقدم خلاص حاجه علميه امم. على اليوتيوب، انت عرفت مين اللي هيتابعوك، والناس دي هتسرش عليك بالحاجه اللي انت بتعملها فهيلاقوك خلاص. يعني امم. انت ما تلومش حد بقى، اللي انت هتعمله الناس اللي عايزاها هتشوفه. المحتوى الغير علمي تمام. بقى انا وانت والناس التانية والناس اللي حوالينا، اللي هي مش علمي او educational بشكل مباشر. حتى على امم. فكره العلمي الغير مباشر تبع الغير علمي برضه، اللي هي الحاجات امم. البوب ساينس، الحاجات اللي زي اللي بيعملوها الايجيكولوجي والناس التانية المعروفين في البوب ساينس بيعملوها، ده برضه يعتبر يندرج تحت الغير علمي. ده بقى ده نظامه ايه بقى؟ ده الدنيا بتاعته ايه؟ حاجات زي اللي انا بعملها والكتب والحاجات دي. ده انا ما ينفعش الوم فيه المشاهد، ده بيعتمد على كرياتيفيتي الشخص اللي بيعمل المحتوى، من ناحيه امم. القائه للمحتوى، من ناحيه من ناحيه الابداع في انتاج المحتوى، من ناحيه الفيديو اديتنج اقصد،
ومن ناحيه استخدام الديجيتال ماركتنج بقى او الخبره في الديجيتال ماركتنج ان انت تماركت لنفسك. الثلاث حاجات دول مهمين جدا، انت قدرت تعملهم هتتميز خلاص. ما هو طالما حد قدر ان هو ينجح في الجزئيه دي فانت قادر ان انت تنجح فيها. فانا مش هلوم، انا ما بقعدش الوم المشاهد واقول له انت السبب. لو عملتها مره في بوست او حاجه كان بهزار في حاجات اللي الحاجات اللي بتبقى في الترند بس برجع افكر فيها في الاخر. ما هو الناس بتاعت خالتي وعمتي والمحشي والحاجات دي ليهم يعني متابعين، ليهم متابعينهم خلاص. هو ليه متابعين وخلاص. تمام. انت بقى عايز تتميز في الحاجه اللي انت بتعملها وفيها انت متاكد او شفت ان حد نجح فيها، تميز فيها وخلاص وانت هتنجح. ما تقلقش، تميز فيها واعمل الثلاث حاجات اللي قلناهم دول وانت هتنجح. الناس اللي هي الفئه دي اللي بتبقى في الترند دايما متابعينهم دايما بيبقوا من ستات البيوت والاطفال، من الحاجات دي اللي هم غالبا مش هيشوفوا المحتوى اللي انت بتحب تعمله. فانت ليك الناس اللي بتتفرج عليك وليك ان انت تجذبهم او تعمل مجهودك، والباقي بقى على ربنا. فاهم؟ اجتهد والباقي على ربنا. فانا بالنسبه لحته الترند دي، نرجع لبدايه السؤال، ما بحبش الوم الصراحه المشاهد. يعني لو بلوم حد بلوم نفسي، وببقى عارف انا مقدرتي ايه واللي انا اقدر اعمله وبدوس فيه علشان ما اخليش حاجه زي كده تحبطني. لو حد نجح في الحاجه اللي انا عملتها دي فانا اقدر انجح. بس دي القاعده بتاعتي. تمام. طيب اسالك سؤال بقى. اكيد انت عملت Q&As عندك على الشانل. ايه الحاجه اللي انت كوليد اشرف نفسك المتابعين بتوعك يعرفوها، او مثلا نفسك حد من المتابعين يسالها لك وما يسالها لكش؟ او ايه الحاجه اللي انت حاسس ان انت عايز تعرفها للمتابعين بتاعك كوليد اشرف؟ عشان انت تقوم سألني فيها دلوقتي يعني والله في اصلا في Q&A لسه هجاوب عليه، او ممكن ينزل قبل ما انت تنزل الحلقه دي. لا يعني خلاص، لو حاجه اتسالت اوريدي وانت ردت عليها تمام، بس انا قصدي حاجه انت نفسك حد يسالها لك ومحدش سالها لك، حاجه عايز المتابعين يعرفوها عنك ومحدش فيهم سالها او ما جاتش حد قالها في السؤال يعني. لكن لو حاجه انت قلتها اوريدي تمام خلاص يعني. في حاجه انا بحبها جدا، ويعني حد سؤال جد ولا سؤال ممكن يكون تافه عادي؟ لا ممكن يكون تافه عادي خالص. لعبتي المفضله. لعبتك المفضله؟ لعبتي المفضله. تخيل هي ايه؟ هي ظاهره في الفيديو بس انت لما تاخد الماتيريال روبيك كيوب. لا ايه في احلى من روبيك كيوب. كونكت 4. في كونكت 4. يا اللطعه يا اخي، يعني حاجه كده. انت عارف انا عمري ما لعبت اللعبه دي اصلا خالص خالص يا راجل بجد. والله هلعبك بعد الميتنج ده. نلعب اونلاين. طب حلو نلعب. خلاص فل اتفقنا. وفي طيب حاجه تانية، في ناس كانت سالتني عن الانترو والحاجات اللي انا بعملها في الانفلونسر عمل كتاب. بس في ناس سالتني يعني في الكيو&اي التاني وانا لسه ما جاوبتش. حته الانترو والحاجات اللي هو انا ليه بعمل الانترو بالطريقه دي. لو حابب نتكلم فيها قشطه يعني. لا لو انت حابب تتكلم تمام ما فيش مشكله. هو بس الانترو دي من اكتر الحاجات اللي انا بتعب في التفكير فيها، ومعرفش ليه انا بتعب نفسي اصلا في التفكير في انترو زي كده. بس يمكن لما جيت فكرت فيها في البدايه في اول حلقه اللي هي الحلقه اللي ضربت في انفلونسر عمل كتاب، ما كنتش ناوي اكمل على الطريقه دي. يعني كنت انترو خلاص وعملتها وخلاص، وبعد كده هعمل حلقات عادي. بس حابب اوجه بيها رساله غير مباشره للانفلونسرز اللي بيتفرجوا، اللي هو ايه، الفيديو كرييتيف. الكتاب المفروض يبقى كرييتيف اكتر من الفيديو. فاهمني؟ ايوه دي اول رساله. الانترو ما تبقاش مفهومه ليه. بحاول اصعبها على قد ما اقدر علشان الموضوع يبقى اصعب، اللي هو الكرياتيفيتي ازيد فالموضوع اصعب. ايوه بحاول استخدم فيها حته الرموز، يعني الرمزيه. يعني لما استخدم مثلا
لما استخدم مسطره اقصد ان المسطره سليمه يبقى الحاجه دي مستقيمه، المسطره مكسوره يبقى الحاجه دي فيها مشكله. لما استخدم ايه زي اللي هو اللزق الطبي يبقى اقصد علاج الجروح وهكذا. اغلب الانترنت اللي انا استخدمت فيها اللي انا عملتها نستخدم فيها الحاجات الرمزيه دي. لما حاجه تقع من كتاب يبقى الحاجه دي فعلا كانت موجوده جوه الكتاب كرمز. فانا بتعب دماغي في الانترو دي ليه؟ علشان انا عارف ان الحلقه اللي انا بعملها الانفلونسر هيشوفها. فالحلقه كرييتيف، الحلقه فيها حاجه كرييتيف، الكتاب المفروض يبقى كرييتيف اكتر من الحلقه نفسها. فاهمني؟ فهمت. ايوه جمعت معاك. انا اول مره اخد بالي من الموضوع ده. يعني انا كنت فاكر انت بتعمل السكتش اللي في الاول دوت بتوجهه للمتابعين مش للانفلونسر، يعني بتوجهه للمتابعين عشان تحاول تلخص لهم فكره الكتاب في سكتش في الاول. لا المتابعين هو كده حته تارجت ان هو التارجت اودينس يتعلقوا بالحلقه عشان كل مره يشوف انترو مختلفه. دي تمام، ده سبب تاني، بس السبب الاساسي علشان الانفلونسر مش علشان المتابع. أيوة. وده دي حاجه ما حدش يعرفها، يعني انت زي ما انت لسه قايل اول مره اعرفها. طيب خلينا بقى نتكلم بقى عن نقطه الكارير شويه. انت خريج علوم وبتشتغل فيديو اديتور وموشن جرافيك ديزاينر وبتعمل يوتيوب، انت بقى في الاخر برضو شايف كاريرك فين؟ يعني خليني يعني استنتج، ويا رب يكون استنتاجي صح، ما اظنش ان انت ناوي تشتغل في تخصص كليتك، ولا انا غلطان؟ حتى الان انت صح، بس ده مش معناه ان انا مش هستخدمه. ده مش معناه ان انا مش هستخدمه. انت لسه بتقول المستقبل، ما حدش عارف المستقبل فين، انت بس بتتوقع. طب ما ممكن المستقبل يبقى الميديا برضه عادي، الميديا برودكشن ما هو مستقبل، ما فيش مشكله. يعني الكونتنت كرييشن ممكن النهارده مستقبل، بكره يضيع، اليوتيوب ده يبقى في داهيه. فاهم اللي هو الناس تقول الناس تتحسر او تتبسط انها ما دخلتش اليوتيوب، والناس اللي دخلت تتحسر انها دخلت اليوتيوب وعملت مجهود فيه. فانا انا بجرب، انا طول فتره الكليه كنت بجرب وما اتخليتش عن الكونتنت كرييشن علشان انا عارف انه هيبقى فيه عائد، فيه نتيجه. يعني انا حاليا في اغلب شغلي في الميديا بتبقى القناه بالنسبه لي كريديتس، يعني ساعات في شغل بتقبل فيه بسبب القناه، فهي عامله لي عائد بشكل غير مباشر حاليا. طب حته التشتت بقى وان انا سبت المجال بتاع الكليه، لا ده ما حصلش. انا بعرف اعمل مواقع، فانا ممكن استخدم ده ان انا اعمل موقع لنفسي. الحاجات اللي انا اتعلمتها انا ممكن استفيد منها لنفسي انا، ده مبدئيا. لكن حاليا انا راجل داخل الجيش وبعمل كونتنت على اليوتيوب. فبالنسبه لي الجيش انا متوقع ان انا هخش جوه الاقي حاجه في مجالي هتعلمها، مجال البرمجه، وجنبه احاول اعمل حته اليوتيوب ده. فانا لسه في حته ان انا اقدر اوازن ما بين ده وده لحد ما اقرر بالظبط انا ايه اللي انا اقدر اعمله، ايه اللي انا خلاص هتخصص فيه. طب لو سالتني حاليا، لا حاليا انا شغال فيديو اديتنج لحد ما اخش جوه اشوف الدنيا فيها ايه. فاهمني؟ بس مجال الميديا حتى الان بالنسبه لي ترفيه وهوايه، ما بقاش شغل. ما اقدرش اكوميت ان مجال الميديا بقى بالنسبه لي شغل لحد ما اخلص دنيتي كده جوه الجيش واشوف هقدر اعمل ايه. طيب انت بتقول على فكره عايز بس اوضح نقطه، ان انت تقدر تعمل ده وده، يعني تقدر توازن ما بين ده، او تبقى عارف على الاقل ما بين ده وده. شغال شغال شغلانه حاجه واحده، شغال مثلا في الميديا، بس تبقى تعرف تعمل ويب سايت لنفسك عادي جدا، ما فيهاش مشكله. ايوه فاهم. طيب انت بتقول ان انت بالنسبه لك الميديا مش شغلانه على قد ما هي ترفيه او حاجه انت بتحبها، هوايه خلينا نقول. ما حسيتش في فترات ان انت زهقت من الموضوع؟ لا خالص. انا بستمتع. يعني في ناس مرحله الفيديو اديتنج بالنسبه لها، مش عارف انت من الناس دي ولا لا، ممله. يعني مرحله الفيديو اديتنج بالنسبه لها ممله بالظبط، علشان انت قلت لي انا شغال فيديو اديتور.
انا بالنسبه لي بستمتع جدا، وبشوف الناس، بستغرب الناس اللي بتمل من الفيديو اديتنج وكده، وبتقول ان التصوير اسهل في حته الكونتنت كريشن. التصوير اسهل من الفيديو اديتنج ازاي؟ انا اصلا بمل من التصوير، بمل أيوة من التصوير، ما بحبش حتى الان ما بحبش اقعد قصاد الكاميرا كتير، بحب انجز، عايز انجز، فاهم؟ المرحله اللي بحبها الفيديو اديتنج، فاهمني؟ ما مليتش مره خالص من الكونتنت بتاع الميديا، مليت من الكونتنت كريشن علشان البروسيس بتاعت التصوير، انما ما مليتش خالص من شغل الميديا ابدا، بحبه جدا. بحب اتعلم فيه كل يوم حاجه جديده. هو انا ليه سالتك السؤال ده؟ لان انا على المستوى الشخصي، من ساعه انا اصلا في كليه صيدله فمالهاش اي علاقه بالميديا، فمن ساعه ما دخلت سنه اولى اتسحلت جدا في موضوع الميديا واليوتيوب وبتاع، وبدات ادور ازاي اشتغل فريلانسر وبتاع، وبدات بقى ادخل في موضوع ان هو ما بقاش مجرد حاجه بحبها، الموضوع بقى هوس بالنسبه لي. انا حياتي كلها ميديا، جرافيك ديزايننج وفيديو اديتنج ومش عارف ايه والكلام ده كله، وكان مصدر رزقي وكان مصدر شغلي ومصدر هوايتي. حتى لما ببقى مخنوق زهقان اي حاجه اقوم اعمل لي فيديو، اقوم اعمل لي ديزاين مثلا فان ميد ايا كان يعني. فجت عليا فتره اللي هي من فتره من قريب بدات احس ان انا مليت من المجال ده، او بدات احس ان هو جوه حياتي بشكل اوفر، يعني كل اهتماماتي بقت ليها علاقه بالحاجات دي، بقاش ليها حياه شخصيه بره الموضوع ده. فجت عليا فتره بدات احس ان انا زهقت من الوسط ده، مش مليت منه، ولكن بدات احس ان هو متغلغل في حياتي ومؤثر على حياتي بشكل مش هقول لك سلبي ولكن اكتر من اللازم. فخدت بريك كده وبعدت عن الشغل خالص، وبطلت اخد كلاينتس وبطلت اعمل فيديوهات او اي حاجه، لمجرد ان انا بس ارجع نفسي في مود ان انا ممكن ارجع النقطه دي تاني. فلذلك سالتك سؤال، هل الموضوع ده ينطبق عليك ولا لا؟ بس كويس ان هو لا. بص، انا لما اصلا بمل من الكونتنت كريشن بطبيعه الحال بركن الفيديو اديتنج. انا مليت من التصوير فركنت الفيديو اديتنج. انا مؤخرا بس بدات اشتغل فريلانسنج فيديو اديتنج، والموضوع علشان كده بقول لك انا مش هكونفيرم دلوقتي ان انا شغال فيديو اديتور وموشن جرافيك ديزاينر للابد. لا، انا دخلت الكارير ده مؤخرا وبجرب نفسي فيه، فاهمني؟ بس انا لحد دلوقتي حبه، وفي نفس الوقت مجال البرمجه لسه معايا في ايدي، يعني ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت خريج خلصت ال4 سنين بتوعك، احكي لنا بقى تجربتك عن في الستودنت اكتيفيتيز، ولا ما كانش ليك تجربه؟ عقبال ما تخلص الجيش بقى ان شاء الله. هدفع 12000 جنيه لما اسقط الحمد لله. انت جيشك في شهر 10 صح؟ ولا انت امتى؟ انا جيشي لسه يعني قدامي مثلا شهر او شهر ونص كده يعني ان شاء الله. طب كويس. طيب زي ما قلت لك بقى، بما انك كنت في الجامعه، هل كان ليك تجربه مع النشاطات الطلابيه او الكلابس او الحاجات دي، ولا انت كنت بره الدنيا دي خالص؟ هقول لك على حاجه. انا في اول سنه كنت دايس قوي، يعني دايس في الانشطه الطلابيه، وكنت كده دخلت مرجع وعجبني الحوار وكده. وده مرجع كانت انترنشيب، يعني تدريب كده لذيذ، وبتكمل في الكوميونتي معاهم. ودخلت في نشاط طلابي عندنا في الكليه، وتعرفت من ناس كتير، علشان كنت طالب نيرد، يعني كنت بذاكر جدا وبعمل مذكرات وبتاع، وكنت شغال مع المكتبه اللي قصاد الكليه، كنت ببيع بعمل مذكرات وباخد نسبه وكده وحاجات من دي. فكنت معروف في الانشطه الطلابيه لحد ما. سنه تانية دوست اكتر، يعني دوست شويه حلوين، اشتركت في نشاط طلابي، كنت ماسك الهيد بتاع الاتش ار في نشاط كده تحت السلم عادي بسيط. ولقيت نفسي هخش ادوس بقى في انشطه كتير والموضوع هيكبر مني، قمت موقف، هديت كده، لا ثانيه واحده اقف هنا. ساعتها بقى كانت ما قلت لك كنت ألهمت من اخضر والناس اللي بتستخدم فيديو سكرايب وكده، اللي هو وقفت بقى كل ده. هو انا بشتغل لمين؟ انا بعمل لمين؟ ثانيه واحده. انا السكيلز بتاعتي مش اكبر حاجه حاليا ولا هي اصغر حاجه، انا بقيت في النص كده، حاجه حلوه يعني، هرشه كده. لو عندي سكيلز وسط، طب ما انا استخدم السكيلز دي لنفسي بقى، انا عايز اعمل حاجه ليا انا. وساعتها كنت عرفت ان كان في كده هوس من بعض الناس ان اليوتيوب ده بيدي فلوس، يعني كان ساعتها حته ان اليوتيوب بيدي ريفينيو وكده، كانت مفاجاه. ايه ده، هو في ناس بتكسب من الفيديوهات اللي بتعملها دي؟ فساعتها قلت ايه،
طب ما انا هات بقى هات السكيلز دي اللي انا عمال اديها للناس اللي انا ما اعرفهمش. انا ما اعرفهمش انا اديهم سكيلز. قلت انا هحتفظ بالسكيلز دي لنفسي كلها، يعني فكيتني من كل الانشطه الطلابيه، وقمت واخد نفسي كده على جنب وقعدت بقى ايه اعمل في الفيديوهات، احبطت ورجعت تاني بعدها بفتره. فلو هنتكلم في حته الانشطه الطلابيه دي ولا لا، في البدايه في اول سنه ماشي، اول سنتين اوكي، بس يعني ثالث سنه خلاص، يعني انت المفروض تكون في السنتين دول جبت ليفل الوحش في الانشطه الطلابيه خلاص. يعني في السنتين دول هيحسبك ان انت تجيب كل حاجه، اعمل كل حاجه من الانشطه الطلابيه علشان في السنه الثالثه تقطع وتعمل حاجه لنفسك انت. يا عم اعمل انت نشاط طلابي، اخترع كرييت نشاط طلابي في سنه ثالثه مثلا، وابدا اكسب منه، يعني حاول تعمل منه ريفينيو. لو هو ينفع يعني ينفع يبقى فيه ريفينيو منه. حاول تبقى ايه دماغ البوس، يعني خلاص انت المفروض في سنه ثالثه تبقى وصلت الليفل اللي هو ايه، انا دلوقتي ينفع ابقى مدير، ينفع ابقى ليدر على شويه ناس في سنه اولى ولا في سنه ثانيه خلاص اصغر مني لسه ما عندهمش خبره او ما عندهمش سكيلز كافيه، ما عندهمش السكيلز الكافيه او السكيلز اللي عندي، فانا اعلمهم، انا اضيف لهم. ساعتها انا بقى هتعلم حاجه جديده. يعني انا في سنه ثالثه ممكن ان انا ادرس لناس السكيلز اللي عندي، فهو انا اتعلمت مهاره البرزنتيشن، ان انا اهو بقى عمال بضيف لنفسي السكيلز جديده. لو لقيت نفسك في ثالثه ولا في رابعه ما بتضيفش لنفسك سكيلز جديده وعمال بس بتحرت وتعيد وتزيد في نفس الكلام اللي بيتقال في الانشطه الطلابيه، اخلع، دور على حاجه تعملها لنفسك ليك انت بقى. ايوه. هنرجع، مش هقول لك انفلونسر عمل كتاب، ولكن انت جت عليك فتره قبل اول حلقه اللي ضربت دي كنت عندك نسبه معينه مشاهدات ونسبه معينه مشتركين، ولما الدنيا ضربت معاك النسبه دي اتضربت في 10 اضعافها مثلا. هل كون الموضوع زاد فجاه كده ده عامل عليك عامل مسؤوليه او عامل ضغط؟ خلينا نقول بلاش مسؤوليه، هل ده عامل عليك ضغط ان انت لازم كل فيديو يبقى احسن فيديو اللي قبله، او لازم تعلي في الكواليتي بتاعتك، ولا يعني مش عايز اقولها بشكل صريح، ولا حسيت ان هو قشطه انا زي ما انا؟ لا، عمل ضغط بس في الاول بس. يعني لما اول حلقه ضربت قعدت مثلا ايه، لو رجعت للتواريخ هتلاقي ان انا اول حلقه نزلت يوم 7 فبراير، تاني حلقه نزلت في اخر فبراير، اللي هو فيه اسبوعين فرق. كنت بس ممكن كنت بستحمل بستحمل الشوك او الصدمه اللي حصلت، بعديها. اللي هو ايه برضو انت حتى لو الصدمه دي حاجه حلوه لازم تريح منها، لان انت فجاه ما كانش بيجي لك كومنتات ولا فيوز، لقيت الموضوع فجاه ايه كل 3-4 ثواني كومنت، الموضوع عمال يزيد وفي ضغط، حاسس ان انت ايه حاسس ان انت خلاص بقى عديت، طلعت القمر مره واحده. فكان في كده في بريك لازم يحصل حتى لو بسيط، وخضه كده، خضه تتعدى بس. فعديت منها بعد اسبوعين، لقيت ان انا ايه اللي هو ايه الناس دي كلها لو عملت فيديو تعبان، الناس دي كلها اللي شكرت في الفيديو الاولاني هتشتم بقى، يعني هتشتم ولا تعمل حاجه عيب في الحلقه الثانيه. فهديت كده وقعدت ايه افكر المفروض ابدا بايه، فاخترت برضه انفلونسر تاني وبدات وعملت الحلقه ونزلتها. كان في خوف ورهبه من العدد اللي موجود، بس تخطيتها، يعني تخطيتها في اسرع وقت، علشان انت عارف اليوتيوب لما بيديك فرصه، حته ان الفيديو ضرب ده هو مديك فرصه ان انت الفيديوهات الجايه هيحصل معاك ريتش ابن لذينه. والحته دي برضو كنت عايز اعمل عنها فيديو، ان الريتش لما في فيديوهات عندك بتضرب، الريتش بتاعك بيعلى جدا 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 بطريقه مش طبيعيه، وبعدين لو في فيديو لو الفيوز قلت بالتدريج الريتش هيقل. فده اللي حصل معايا حتى اصلا دلوقتي. المهم نرجع للحته دي، هل الخضه دي اثرت عليا؟ في اول 3-4 فيديوهات بعد الفيديو ما ضرب، لكن بعدين انا بقيت عادي جدا، اتعودت اصلا على المتابعين اللي هم الاوريجينال، اللي خلاص بقى اللي هو ايه، في فيديو جاب 150,000 فاكيد اللي مش 150,000 هيتابعوك، خلاص في منهم 10 ولا 20,000 اوريجينال هم دول اللي هيتابعوك، خلاص اتعودت عليهم، بقيت اعمل لهم محتوى
اللي انا بعمله حاليا. موضوع عدى جدا يعني الحمد لله. تمام. هو انا فاضل لي سؤالين. اول سؤال، امتى ممكن توقف يوتيوب؟ امتى ممكن اوقف يوتيوب؟ مم. سؤال صعب ده. امتى ممكن اوقف يوتيوب؟ نهائيا ولا مؤقتا؟ لا نهائيا. مؤقتا دي انا اكيد هتمر بيها ومريت بيها انت اوريدي، فمش حاجه نسال عليها. احنا عايزين نتكلم بقى مؤقتا. لا نهائيا، انا اسف. يعني امتى بقى تحس لاي سبب كان، سواء احباط او سواء مثلا شغل، ايا كان، يعني ايه السبب اللي ممكن يخليك تقول لا انا خلاص انتهت مسيرتي في المكان ده؟ هو انا مش هوقف يوتيوب نهائيا علشان احبطت، ولا اوقف يوتيوب نهائيا علشان مثلا جالي كومنت فيه شتيمه، ولا الموضوع مثلا بقى صعب عليا او كده. انا ممكن اوقف يوتيوب نهائيا لو حسيت ان انا في حاجه اهم جدا جدا من اليوتيوب في حياتي، ويوتيوب هو السبب ان انا مش قادر اعمل الحاجه دي. يعني لو في حاجه مهمه جدا جدا في حياتي، والحاجه دي يوتيوب هو اللي مخليني مش عارف اعملها، فلا يعني هوقف يوتيوب حتى لو كان نهائيا عادي. وما عنديش مشكله في ده على فكره. انا ممكن كمان ساعتها اكون وصلت لحد اللي هو ايه، كفايه بقى فيديوهات. انا تعبت، انا عملت كتير بما فيه كفايه. انا عندي الحمد لله فوق ال 150 فيديو حاليا على التشانل. فممكن ساعتها بقى اكون وصلت لحد اللي هو ايه، انا عملت فيديوز كتير قوي، فكفايه قوي كده الحمد لله يا رضا. وطبعا الحاجه المهمه اللي هي جنب يوتيوب. وانا تقريبا خلصت الاسئله اللي عندي، بس لو انت حابب تتكلم في حاجه تانية او نتكلم في حاجه سبيسيفيك انا ما ذكرتهاش، انا ما عنديش اي مشكله خالص، ولكن الورقه عندي خلصت. فلكن المايك معاك، حابب تقول حاجه، حابب نتكلم في حاجه معينه، انا معاك جدا. لا والله انا مبسوط جدا. ما اعرفش يعني مين بالظبط انهي فئه اللي هتتفرج، اللي هو محتاج يعرف عن الكليه ولا اللي محتاج يعرف عن المجال، او اللي محتاج يعرف عن اليوتيوب او الكتب. يعني ما اعرفش بالظبط مين اللي هيتفرج. بس عموما لكل الناس معذره لو حصل لجلجه او لقلقه في الحوار. اول مره اصلا يعني يتعمل لي ميتنج. انا بشكرك طبعا يا اشرف على الفرصه دي. لا دي حاجه بس والله انا بشكرك ان انت استجبت للموضوع يعني وشرفتني. مبسوط جدا واتمنى ليك كل التوفيق في البودكاست ده. انا حاسس انه حاجه هتنجح ما شاء الله جدا، وانا شايف يعني مجهود عالي يعني، وامكانيات ما شاء الله كبيره. وانت مجتهد يا اشرف، انت فعلا مجتهد يا صديقي. انا كنت مبسوط اكتر ان انت موجود معايا، وبجد شكرا ليك على المستوى الشخصي ان انت قبلت الدعوه. في اوريدي حلقه النهارده نزلت مع اول ضيف، وانت ان شاء الله تبقى تاني ضيف، وبنتواصل مع ضيوف تانيين. الحلقه فعلا كانت ثريه جدا وفيها حاجات كتير اكتر حتى ما انا كنت كاتبها. فانا شايف ان الحلقه فعلا هتتوجه لناس كتير كتارجت اودينس، مش لحد معين. احنا اتكلمنا في حاجات كتير جدا. هقول لك تاني انا انبسطت ان انت كنت معايا. اتمنى ان شاء الله، انا سعيد بوجودك وسعيد بمعرفتي بيك، وان شاء الله يعني هتلاقوا طبعا اللينك بتاعت قناة وليد تحت في الديسكريبشن، وكمان هتلاقوها في اخر الاند سكرين. وبس كده، نورتني. شكرا يا اشرف.